عوالم مخفية وتخطف الأبصار، ملي كتمشي وما كتعرفش فين مشيتي. الحلقة الأولى بين موسكو وقازان. واش حنا بوحدنا في هاد الزمان؟ سلام الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد البلاطو ديال القصص اللي غادي يخليوكم تراجعوا كاع داكشي اللي كتعرفوا على هاد الدنيا. قصص اليوم ماشي خيال وماشي أفلام، هادو تجارب ديال ناس حقيقيين بحالي وبحالكم، وقعات لهم شي حوايج اللي العقل كيحبس عندها. قبل ما نبداو بغيتك تسد الشرجم، طفي الضوء، خود لك شي كاس ديال اتاي منعنع، والأهم من هادشي كامل زير ليا دوك السميعات، ركب الخيط ونغمس معايا في هاد العوالم اللي بلا راس بلا ساس. معاكم قصص ممنوعة، واليوم غادي نسافروا لواحد البلاصة فين الزمان والمكان كيتلاقاو في واحد النقطة غامضة. نبداو بواحد دري سميتو ليتل 16. هاد خونا كيحكي لينا واحد البلان وقع ليه هادي شي نص شهر. كان خدام بالليل، راكم عارفين الخدمة ديال الليل والهدوك ديالها، وملي قرب الصباح قال مع راسو عوض ما نمشي نعس نخدم شوية طاكسي نترزق الله. بدا كيهز هاد الكليان يحط هاد الكليان حتى طلعات ليه واحد لاكور طلد. وصل للبلاصة، طلع معاه واحد الشاب باين عليه ولد الناس ومؤدب، سلم عليه وقال ليه ببرودة عافاك اديني لمحطة لينينغراد ديال التران. السائق وقف عليه، بقى كيشوف فيه ومستغرب، قال ليه فين؟ عاود ليا. الشاب جاوبه بكل ثقة، المحطة اللي كاينة في المركز، محطة لينينغراد. السائق في هاد اللحظة سحابو واش هاد خونا غير كيضحك معاه ولا كيتفلى. قال ليه أشريف، راه ما عدناش هاد المحطة هنا أصلا. هنا الصدمة، الشاب بقى كيشوف فيه ومستغرب كتر منه، وقال ليه كيفاش ما كيناش؟ واش حنا ماشي في موسكو؟ السائق فرانا، وقف الطوموبيل ودار عنده وقال ليه بصوت فيه شوية ديال الخوف أولدي، راه حنا في مدينة قازان، وهاد المحطة عمرها ما كانت عندنا. الشاب وجهه رجع صفر وبدا كيرجف. قال ليه أنا البارح بالليل كنت في موسكو، كنت في واحد البار وسماه ليه، وموسكو بعيدة على قازان ب12 ساعة ديال التران. السائق سحابو السيد سكران ولا واكل شي حاجة، قال ليه وريني لاكارت ناسيونال ديالك. ملي شافها لقى فعلا العنوان ديالو في موسكو. الشاب بقى كيبكي، ما عارفش راسو كيفاش وصل لهاد المدينة، لا طوموبيل لا والو، غير تليفونه ولا كارت في جيبو. عيط لمو قدام السائق وبدا كيغوت، ماما عافاك صيفطي لي الفلوس، انا تائه ما عرفتش راسي فين انا. تخيل معايا، تنعس في مدينة وتفيق في مدينة أخرى بعيدة بمئات الكيلومترات وبلا ما تحس بالوقت ولا الطريق. واش هاد الشاب داز من شي ثقب أسود ولا الزمان تلاعب بيه؟ وهاد الشي فكرني بواحد القصة أخرى ديال واحد الجار في التسعينات. خرج هاد السيد مع الصباح باش يلوح الزبل، لابس غير بانطوفا وكسوة ديال الدار بيجامة. فجأة بان ليه واحد الضباب غريب وغليظ بحال الكشكوشة. ملي بغى يرجع لدارو ملقاش الحومة، ملقاش صنادق ديال الزبل، لقى راسو في مدينة أخرى بعيدة ب400 كيلومتر. السيد بقوة الصدمة بقى كيشوف ديك السطال ديال الزبل اللي في يديه وهو لابس غير الكسوة ديال الدار في مدينة غريبة. هاد الشي راه مسجل حتى في الجرائد ديال ديك الوقيته. ولكن بلاتي، واش هاد التلاعب كيكون غير في المكان، ولا حتى الفلوس ممكن تمشي وتجيب بوحدها؟ واحد السيدة سميتها ألينا كتحكي أنها مشات مع أمها باش يشريو واحد الكسوة جاكيطة، كانت الثمن ديالها 2500. خلصوا وشافوا بعينيهم كيفاش الفلوس تخلصات وحطوها لمول المحل. رجعوا للدار، الأم حلت الصاك ديالها باش تجبد شي وراق من واحد الجيب مسدود بالسنسلة، وتما كانت الصدمة. لقات ديك 2500 اللي خلصت بيها محطوطة تما كاملة مقبوطة كما كانت. كيفاش؟ وشكون رجعها؟ واش الزمان دار كوبي بيست للواقع؟ الحلقة الثانية، الزمن الذي يهرب والناس الذي يدخل في الحيط. باقي مكملين الخوت، ودابا غادي نمشيو لواحد العوالم اللي فيها الزمان كيتجبد بحال لاستيك. كاين واحد السيد ساكن في واحد الدوار قرية، دخل لبيت الراحة المرحاض اللي كاين في الزنقة. كانت الساعة 2 ديال النهار، الشمس حارة وضاربة. بقى تما واحد 5 دقايق، ملي حل الباب وخرج لقى الدنيا ظلامات والشمس بدات كتغرب. علامته تعجب،
عائلته كاملة كانت كتقلب عليه، هو كيحسب راسو بقى غير 5 دقايق، صدق غابر ساعات. باش ما يقولوش عليه حمق كذب عليهم وقال لهم كنت مع صحابي، ولكن هو من الداخل كياكل في البو. فين مشاو دوك الساعات؟ ونفس البلان وقع لواحد المرة كانت كتجمع توت مع عائلتها في واحد الغابة حدا الواد. فجأة غبرات عليهم، بقاو كيعيطوا عليها والو. ملي طلعوا في المركب وبداو كيدوروا لقاوها في الجهة الأخرى ديال الواد. الواد فيه 50 متر ديال العرض ومستحيل تقطعوا بلا مركب. ملي سولوها كيفاش وصلتي لهنا قالت ليهم راه حنا كاملين نزلنا في هاد الجهة. المكانة ديالها زايدة بساعة كاملة على الوقت ديال العائلة. تخيل، هي كانت في زمان وهما في زمان آخر، ولكن هادشي كامل كيبقى كوم، وداكشي اللي شافوه الناس في المناطق التاريخية كوم آخر. واحد السيدة كانت في زيارة للفاتيكان، غادية وكتمشى في دوك الممرات الطويلة اللي كلها لوحات وفن. فجأة بانت ليها واحد الشخصية غريبة، دري سمر بشرة داكنة، لابس غير خرقة على نصه، وهاز في يديه مزراق رمح طويل بزاف. المنظر ديالو كان عدواني بزاف وعينيه كيخوفوا. هي سحابتها واش كيصوروا شي فيلم تما، ولكن الصدمة هي ملي هاد خونا تم غادية ودخل نيشان في الحيط وغبر. السيدة وقفت في بلاصتها، القلب ديالها بغى يخرج وما قدراتش تستوعب داكشي اللي شافت. وزيد عليها قصة أخرى ديال واحد الدري كان في واحد الدوار، خرج يتمشى في الخلا، الدنيا خاوية والشمس ضاربة. فجأة بان ليه واحد السيد لابس لباس ديال المبارزين، موسكيتر اللي كنشوفه في قصص شحال هادي، لابس قميجة قديمة، صباط فيه المهماز وفي جنبه سيف طويل. الدري بقى كيشوف مستغرب، وهذا المبارز داز من حداه بواحد المسافة قريبة بزاف، لدرجة أنه شم الريحة ديال العرق والجلد والريحة ديال العود والبارفان المجهد. الدري قال له سلام، ولكن هاد خونا ما تسوقش ليه، بقى غادي نيشان. ملي دار الدري باش يشوف فين مشاه ما لقاه والو. الصوت غبر، السيد غبر، ولكن بقاو الآثار ديال رجليه في العشب والريحة المجهدة بقات في البلاصة. واش هاد الناس كيدخلوا لعالمنا من فجوات زمنية ولا حنا اللي كنمشيو لعندهم؟ الحلقة الثالثة، سكينة الروح وضياع المكان. الخوت، هاد القصة اللي غنختم بها فيها واحد النوع ديال الروحانيات اللي كتخليك تحس بالتبورشة. واحد السيد مشى لواحد الكنيسة في مدينة إيفانوفا، كان باغي غير يوصل واحد الأمانة. دخل لقى الصمت والهدوء، الضوء مطفي والشمع كيشعل. بدا كيسمع واحد الصوت ديال الجوقة كيغنيو ببطء. فجأة وقع عليه شي حاجة غريبة، بحال وعيه تقسم على جوج. بقى كيشوف راسو جالس في هذيك الكنيسة، وفي نفس الوقت جالس في كنيسة أخرى كيعرفها من صغره. حس بواحد الراحة مجهدة، واحد السكينة نزلات عليه من السماء، لدرجة أنه بقى تما 40 دقيقة وهو غايب على العالم غير في ذاك الشعور ديال السلام. خرج من تما وهو إنسان آخر، لدرجة أن هذا الشعور بقى معاه 20 عام، بحال تفتح ليه باب لواحد الجنة صغيرة ورجع ليها. ولكن ماشي ديما هاد التجربة كتكون زوينة، كاين اللي كيتوضر في بلاصة كيعرفها شبر بشبر. واحد القناص كان كيصيد الوز، مشى لواحد البلاصة اللي كيمشي ليها هادي 20 عام، حافظ كاع الحفاري ديالها. فجأة وسط الليل الدنيا تبدلات عليه، ما بقاش كيعرف فين هو. الرعب دخل قلبه وبدا كيجري ويتمشى ساعات، والو ما بانتليش الموتور ديالو. ملي رجعات الدنيا كيما كانت لقى الموتور حداه بجوج خطوات، وخا هو كان كيبان ليه غير الخلا. ما بقاش رجع لهاديك البلاصة نهائيا من تما. وحتى واحد السيدة مشات مع راجلها للغابة، شافت واحد الجردة ساحة عامرة بالمشروم الفطر، بدات كتجمع وتجمع وهي كتسمع راجلها كيعيط ليها وهي كتجاوبه. ملي بغات ترجع لعنده لقاتو كيغوت عليها، فين كنتي؟ هادي ساعتين وانا كنقلب عليك وما كتجاوبيش. هي كانت كتسمعه وكتجاوبه وهو ما كيسمع والو. وهذيك الساحة اللي كانت عامرة بالشمس والمشروم عمرها ما لقاتها مرة أخرى، وخا رجعات ليها شحال من مرة. الخوت، هاد الدنيا فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما عندها لا راس لا ساس. واش هاد الناس حمقى؟ لا، هادو ناس وقعات ليهم حوايج اللي العلم كيبدا يتلعتم قدامها. واش هاد الثقوب الزمنية كاينة حداك دابا؟ واش ممكن تحل باب بيتكم وتلقى راسك في مدينة أخرى؟ نتمنى تكون هاد الرحلة عجباتكم وتكونوا عشتوا معايا هاد التبورشة.
ما تنساوش تشاركوني قصصكم إذا وقع لكم شي بلان بحال هادشي. خليتكم على خير وردوا بالكم من دوك الفجوات.